لازم الاجيال القادمه تدرس ماده الزمالك وتشوف ايه ده وتفهم ايه اللي حصل، لان ده تاريخ طويل جدا وماده دسمه جدا لازم الناس تتعلم منها فنون المنافسه الشريفه والرياضه الحقيقيه اللي هي بيقدمها نادي الزمالك. جرفتونا بليتوا شبابنا بالخيبه وكستونا، بأبشع صوره للعالم عرضتونا، بأخلق واطيه وفظاعه خنقتونا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم مشاهدي قناة المايسترو، كل سنة وانتم طيبين، وإن شاء الله مع السنة الجديدة كل واحد يحقق اللي بيتمناه. حلقتنا النهاردة هي الجزء الثالث من حصاد ضحك نادي الزمالك سنة 2022. حلقتنا النهاردة تحت عنوان هم يضحك وهم يبكي. هم يبكي لأن سنة 2022 هي سنة الانهيار الأخلاقي الرياضي سواء في الملاعب أو على الشاشات. التاريخ عندما يكتب يوما ما، في تقديرك ماذا سيكتب عن مرتضى منصور؟ راجل محترم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا سلام على الهدى والنور. في سنة 2022 كرموا فيها مرتضى منصور رجل السيديهات الأول، اللي كان بيذل ويكسر عين أي حد بيقف قدامه، اللي كان بينصر بيها أي ظالم على المظلوم. اتزرزر قوي قوي عيش في الدور، لعبك مكشوف آخرك معروف، وإن كان عالسيديهات عندي ألوف، أصلك معذور راضي وزرزور. اتزرزر قوي قوي عيش في الدور، لعبك مكشوف آخرك معروف، وإن كان عالسيديهات عندي ألوف. مهمة عضوية مجلس الإدارة صعبة ولا مهمة المتحدث الرسمي الأصعب؟ لا، مهمة ابن مرتضى منصور أصعب. أبوه كان بيبيع لبان. بيبيع سيديهات. سيديهات أغاني ولا أفلام؟ لا، سيديهات عليها فضايح. لا حول ولا قوة إلا بالله، والله ما أعرف غير منك دلوقتي يا أبو حميد. إنس ولا جن؟ الاثنين. أبويا مجتهد، كان بيبيع سيديهات الجن دي بنفسه، فضايح الإنس بقى بيبعت حد يبيعها هنا. مين الحد دي؟ لا مش هينفع أقول. قول إيه؟ لا مش هينفع أقول. يا ساخل يا قليل الأدب يا منحط. عملوا له قناة علشان يبث فيها سمومه، علشان فيها يتهم الناس، علشان فيها ينشر أخلاقياته. في إطار دورها المجتمعي الهام تطلق المتحدة للخدمات الإعلامية حملة جديدة بعنوان أخلاقنا الجميلة. تستهدف الحملة التأكيد على الأخلاق التي تأمر بها جميع الأديان السماوية والإنسانية وحسن المعاملة. سور زكريا لا اوعى تقول. والله ما انت اللي انا عارفه. اوعى اسال امك ومراتك عني هيقولوا لك انت بتتكلم عن عنتر. يالا انت بتكذب ليه يا عم انت؟ بيكذب. ده بيكذب. وتنطلق الحملة على عدة مراحل عبر وسائل المتحدة للخدمات الإعلامية المختلفة، والهدف منها تربية أجيال جديدة على القيم والعادات والتقاليد المصرية الأصيلة. صلاة النبي أحسن. اسال امك على سور زكريا يمكن تدلك من سور زكريا، وكان بيروح لها امتى؟ وابوك موجود ولا ابوك بره؟ وبعدين ايه علاقة الانساب والشرف والمكانة والاسرة والام والاخت والزوجة؟ ايه علاقة ده بده؟ يا اخي ده انت لو ربنا رحمك يوم القيامة، لو ربنا رحمك مفيش واحد في مصر هيخش النار. احترم نفسك يا كلب يا قليل الادب انت وهو. انت بتكلم واحد من ارجل الرجاله في البلد دي، مش في البلد دي، لا في العالم العربي. ده انت مسخره. ما تنسوناش يا جماعه بدعم القناه بالاشتراك واللايك والشير وتفعيل زر الجرس، وان شاء الله كل ما نشوف منكم لايكات هتشجعوني ان انا اعمل الجزء الرابع من حصاد ضحك نادي الزمالك سنه 2022. عليا انا بقى ايه؟ يا مرتخي، قصدي يا مرتشي، قصدي يا مرتضى. انا مرتخي برضه يا راجل. قول انت بقى. طب قناتك ازاي تعرض فيها او تتكلم فيها بهذا المستوى المتدني؟ يقول لك لان مصر واعلامها وتلفزيونها والسينما بتاعتها كلها قله ادب. الزملكاويه بيبرروا قله الادب وحجتهم ان مصر كلها قليله الادب. بألفاظكم قتلتوا الزوج في شوارعنا، خدشتونا،
كفاية القبح في أعمالكم فضحتونا، دخلتوا بيوتنا فيتكوا السم، عصرتونا بكم مليار صنعتوا الوحش قدامنا وكلتونا. ايه ذنب امهات الزملكاويه ان هي تتشتم كل يوم، ورئيس نادي الزمالك يقول امك بتحبني او امك صاحبتي؟ اي نعم هم اذنبوا ان هم خلفوا زملكاويه. عجبا لكم ايها المصريون، تقولون افيهات في عز الجد. ايه ذنب كل واحد اتسجن او واحده اتسجنت عشان مش عارفين يدفعوا قسط من اقساط جهاز ابنهم او بنتهم، وشايفين واحد تاني محكوم عليه بالسجن بيشتم مصر كلها وبيشتم اي حد. قبضتوا تمنا في البيعة في طرفة عين وبعتونا، قولوا لنا ايه بقى غرضكم وصرحونا، مفيش بينكم رشيد يعجل، افيدونا. ايه ذنب كل مصري محترم مغترب عايش في دولة غير مصر وشايفين واحد زي ده بيسيء لمصر وللمصريين بالشكل ده؟ والله العظيم لو رحتوا اي دولة عربية احنا بيضحك علينا علشان الاشكال دي والناس دي بتظهر في التلفزيون المصري. ضيف على المكالمة يا كابتن سمير، ها؟ حاجة صعبة. هذا رئيس رابطة دوري المحترفين مع رئيس نادي الزمالك، يعني تخيل عزيز الحميدي متقابس مع رئيس نادي من الانديه الكبيره، ويا لطيف والله وضع صعب الله يعين. اللي فطحانه في المنطقه والمحطات الفضائيه، ولو قلنا لكم يكفي تزولونا، بحسن اخلاقنا وطيبتنا تعايرونا، ده اغلبكم سكت على الحق خنتونا، قطعناكم مفيش فايده عصرتونا، رسالتكم في نشر الشر يا أهل الخير أغيثونا، رسالتكم في نشر الشر يا أهل الخير أغيثونا. دول مش زملكاوية، الزملكاوية خلصوا من زمان، يمكن من أكتر من 20 سنة لما كان الزمالك منافس للنادي الأهلي أخلاقيا ورياضيا. دول مش زملكاوية، دول أعداء النادي الأهلي، وهمهم الكبير إن هم يكسروا النادي الأهلي زي ما كسروا نادي الزمالك وقضوا على سمعة نادي الزمالك وتاريخ نادي الزمالك، لأن الهدف هو هدف أكبر. ولو كان يهمهم نادي الزمالك كانوا جابوا إدارة محترمة. تقصد إيه يعني؟ إن ابني كذاب ولا اهبل وبريالة وعبيط زي الشعب ما بيقول؟ هو الشعب بيقول عليك الكلام ده؟ هو والله يبقى الشعب رحمه كمان. ولكن الهدف الاساسي صدقوني هو الجمهور. جمهور نادي الزمالك النهارده عنده استعداد يكسب باي شكل، ملوش في الكوره واخره يشتم وخلاص. بموت في الشتيمه وبخني. ايه ذنب رموز مصر ان هي تتشتم؟ ايه ذنب رموز مصر ان هي تتهان؟ ايه ذنب المؤسسات الكبيره ان يتقال عليها حراميه ويتقال عليها فساد قدام الناس كلها؟ ابويا الله يرحمه كان يقول لي لو ليك حق عند حرمه سيبه، لانك مش هتتحمل رتحها ولا لمة الناس على صراخها. الفساد كلنا عارفينه والفشل كلنا عارفينه، وهو فين ومكانه فين. ازاي الفاشل بيقيم الناجح؟ ازاي الساقط بيقيم الناجح؟ الواطي لما تكشفه يبجح، ولما تواجهه يقبح، ولما تسيبه وتمشي يلقح، ويدور على عدوك يقعد معاه ويسبح. الزمالك مش محتاج مجلس اداره الحقيقه، لانه مغطى بالكامل من المؤسسات الرياضيه. يا جماعه الست دي امي، الست دي امي، انا طول عمرها ما شالتش غير همي، وانا اخر صبرها. الست دي امي، الست دي امي، الست دي امي. مجلس الاداره يدير الاعمال، لكن الذي يحل الازمات ويسدد الاموال ويخفي الخطابات ويجمع ويبعت للاتحادات الدوليه ويجدد للاعيبه عنه ويتفاوض الوزير مع لاعب في مكتبه. انتوا عايزين نوصل لايه؟ الدفاتر بتاعتنا والتواريخ في ايدينا، حد هيحاسبنا؟ لا اقعد يا راجل اقعد. اقعد يا شيخ عطوه، اقعد. الله واطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. اقعد. ايه ذنب الخطيب ان هو يتشتم، ان هو يتهان كل يوم على الشاشات المصريه ومحدش يقدر يدافع عنه؟ ايه ذنب الخطيب لما واحد زي ده يشتمه او يسبه وياخد حكم عليه وما يدخلش السجن؟ انت بتشتري مني بقى وما تقولش لحد اللي انا قلت لك. اللي حصل معاك فوق اسفين جامد قوي، شوف انت مزعل مين وحاول تراضيه. ايه ذنب الخطيب لما تكون فلوس تركي آل الشيخ والساعات كلها اتسلمت لصندوق تحيا مصر من اكتر من سنه، ومفيش اعلامي واحد ولا قناه واحده جرأت ان هي تبرأ الكابتن محمود الخطيب من سنه فاتت، لان الهدف هو هدف تشويه المصريين وتشويه الرموز وتصوير مصر على انها كلها لا مؤاخذه
مرتضى منصور. بس حضرتك رجع 228 مليون و500 والساعات. هتقول لي تحيا مصر خدتهم، عايز بيان من تحيا مصر عشان نقول تحيا محمود الخطيب. عايز اقول كده تحيا محمود الخطيب. من كام يوم النادي الاهلي طلع بيان كده خاطب الصندوق لكشف حقائق اللي تسلمها سواء عينيه او ماليه او غيره وساعات وغيره وفقا للبروتوكول اللي وقع مع الصندوق في مارس 2021. ايه الحقيقه؟ صندوق تحيا مصر وقع بروتوكول تعاون مع النادي الاهلي لتنفيذ رغبه المستشار تركي آل الشيخ فيما يتعلق بتسليم الهدايا اللي تم اهدائها للنادي الاهلي سواء بشكل مادي او بشكل عيني الى صندوق تحيا مصر بشكل تبرع من المستشار تركي. حتى احمد موسى لما حب يبرأ الكابتن محمود الخطيب هو بكل خباثه جاب ممثل صندوق تحيا مصر وقعد يكلمه في مواضيع كتير، وفجاه في وسط الاسئله قام ساله عن النادي الاهلي وخلاه يرد الرد الصريح وخلاه يبرأ الكابتن محمود الخطيب ومجلس ادارته المحترم. والحقيقه النادي الاهلي كان اعلن ده ان هو مستعد ان هو سواء ان هو يسلم هذه الهدايا الى المستشار تركي او يقولها الى اي حد يحدده المستشار تركي آل الشيخ، وبالتالي هو نفذ رغبه المتبرع ان هو تم تسليم هذه الهدايا سواء الماديه او العينيه لصندوق تحيا مصر بموجب بروتوكول تم تحريره في مارس 2021. حتى الراجل اللي اسمه جهاد الغزالي واول ما نتكلم عن موضوع الساعات واتكلم ضد الكابتن محمود الخطيب، اللي ياخد فلوس من ورا النادي الاهلي لا يصلح يا خطيب، اللي ياخد ساعه من ورا النادي الاهلي لا يصلح يا خطيب. لما خد حكم ضده الكابتن محمود الخطيب وهو بلسانه اعترف ان مرتضى منصور وتركي آل الشيخ هم اللي قالوا له يقول كده. مرتضى منصور كويس قوي 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 قوي. ابويا الله يرحمه كان نائب كبير في البرلمان وكان متبني قضيه مرتضى منصور لما استقال من القضاء، وكان بيعتبر مرتضى ابنه، لدرجه ان انا كنت بغير من مرتضى على الرغم ان انا اهلاوي يعني. بس انا ابويا كان مدلعني قوي فكان مهتم بمرتضى باولاده في القضيه دي. مرتضى بعت لي واتساب مش هقوله انه خد اذنه انه يشتموا ليه ابوك راجل محترم وانت راجل محترم واحنا ناس محترمين وهو راجل وزير وراجل دوله. لا، ده مش راجل دوله ولا راجل ولا اهتم بيه لانه كاذب ومتهم الناس بدون مستندات زي ما هو بيقول. لكن انا عارف انه بيلعب بنادي الزمالك وبيلعب بالاهلي وبيلعب بكل الناس اللي في مصر، لان احنا للاسف شعب سخيف يجري ورا المال بدون اي سبب. طبعا مرتضى ذكي عايز ياخد منه اي فلوس ماشي، الرز زي ما بيقولوا عايز ياخد منه اي حاجه ماشي. جدع مرتضى خد منه. مرتضى كلمني وقال لي بتشتموا ليه ده صاحبي وبتاع وهو عايز يتعرف عليك ويكلمك ونتقابل. افتكر الرساله كده وصلت، المسج وصل. محدش قدر يتكلم ومحدش قدر يعلن، وبالعكس ممكن فيديوهاته على اليوتيوب كلها بتتشال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناتهم قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. رواه مسلم. فيا لله ما أكثر المفلسين، ويا لله ما أشقاهم في الدنيا وما أعظم حسابهم في الأخرى. اوعى تصدق ان قله الادب بتجيب بطولات، واوعى تصدق ان مرتضى منصور قوي. احسن رئيس نادي في مصر السنه دي من غير تطبيق. لا انا مش هقول غير الحق. والله 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 المستشار مرتضى منصور المنصور اللي هيفضل طول عمره اهبل، اللي مقويه ناس تانية خالص. ومش هقدر اقول زي ناس كتير ان دي الدولة. للأسف الدولة المصرية انضف من كده بكتير. ممكن يكون واحد او اتنين مهمين هما اللي بيساعدوا نادي الزمالك. انا بريء يا سعادة البيت، هي المعلمة واحنا كلنا صبيانة. اذبح يا زكي يا قدرة، يذبح زكي يا قدرة، اصلغ يا زكي يا قدرة، يصلغ زكي قدرة. اوعى علشان ماتش او كرة بتضيع او تعادل او هزيمة تهزم بايدك النادي الاهلي وتفرحهم فينا، لان الموضوع اكبر من كده بكتير. والنادي الاهلي وجماهيره اللي هي شعب مصر لو فضلت مكملة على كده ومتوحدة كل ده هيروح وهيبقى النادي الاهلي عظيم. طب اقفل حضرتك الله يسترك، اقفل يا عم، اقفل دي بلد وحياة المصحف الشريف البلد دي ماشية ببركة ربنا مش حد تاني خالص. السلام عليكم أيها المصريون. شكرا لكم أعزائي مشاهدي قناة المايسترو، وإلى اللقاء في حلقة جديدة من حلقات المايسترو. وما تنسوناش بدعم القناة بالاشتراك واللايك والشير وتفعيل زر الجرس علشان يوصلك كل ما هو جديد. والسلام عليكم
ورحمة الله وبركاته.